السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ايه يا رب تكونوا بخير. والله انا مش عارفة اقول لكم إيه يا جماعة، بس يعني ايه، الموت كتر من حوالينا اول يومين دول. كل يوم الواحد بيصحى على خبر حد ميت. إيه، فبتبقى يعني فجأة على الكل. امبارح إيه، امبارح يعني بعد العصر كده كنت انا نايمة وصحيت على تليفون ان خبر وفاة وكده. بصراحة بقت حاجة صعبة أوي 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 أوي، بالذات لما يكونوا قرايب جامدين يعني وكده. بيفكروك بقى بكل حاجة، خصوصا إن أنا والدي متوفي. فبتبقى يعني زي ما يقولوا كده بتجدد الأحزان من كل حاجة. امبارح امبارح على الساعة 4:30 كده أو 5 لقيت تليفون جايلي إن أنا عمتي أخت بابايا اتوفت يعني. فبصراحة يعني جددت كل الأحزان جوايا وافتكرت بابايا وحتى موته ويوم وفاته وطلعته من البيت يعني بتبقى حاجة صعبة صعبة صعبة. طبعا اللي جرب الموضوع ده هو اللي بيبقى عارف وحاسس. وربنا يطول في عمر اللي موجود يا رب، ويخليكوا أبهاتكم كلهم الموجودين، ويرحم يا رب اللي ماتوا واللي بعدوا عننا. فطبعا كانت خطة صعبة وكده. فروحنا طبعا العزا وقعدنا فبتبقى طلعت الميت من بيته وولاده. بتجدد عندك الأحزان من كل حاجة، وبتفتكر يوم الوفاة من أولها لآخرها، بالذات لما تكون بقى يعني قريبة جامدة أو قريب جامد أو كده. طبعا ما يعظمش يا جماعة اللي خلقه. كلنا في الأول وفي الآخر برضه هنموت. وهو طبعا يعني زي ما بيقولوا كده كيس وداير على الكل. فالحمد لله. آه يعني كان يوم صعب امبارح بقى، إن هو طبعا قاعدة بقى وشايفة أولادها بيعيطوا كده وعمتك واخت أبوكي واللي تقولك بقى يعني راحت عند باباكي ومش عارفة وإيه. فبيبقى الكلام صعب شوية، بيجددوا الأحزان على الواحد بصراحة. طبعا أنا جيت بقى من العزا مكنتش قادرة خالص، جيت نمت من التعب بقى، والنفسية طبعا وحشة جدا جدا جدا. فحبيت ان انا اعمل لكم الفيديو البسيط ده، بس ان انا اطمنكم عليه يا جماعة، حتى لو انا اتأخرت يوم او حاجة عن تنزيل الفيديوهات او الروتين بتاعنا او الطبيخ او كده. فيعني ايه، في عذر، فاعذروني يا جماعة كده وادعوا بقى في الكومنتات بالله عليكم لأمواتنا وأموات المسلمين كلهم يا رب بالرحمة. ما تنسوش يا جماعة بالله عليكم تدعوا الأموات كلهم بالرحمة يا جماعة، ويصبر كل واحد على اللي هو فيه يا رب، ويخلي اللي عايشين يا رب يبارك لكم في أعمارهم كلهم. ما تنسونيش يا جماعة في الدعاء بالله عليكم. والكومنتات يا جماعة اكتبوا لي في الكومنتات اللي مروا بتجربة زي دي عديتوا منها ازاي يا جماعة، لأن بتبقى صعبة طبعا. آه، فالحمد لله الحمد لله على كل حال. ادعوا لهم يا جماعة بالله عليكم لبابايا وعمتي بالرحمة. ادعوا لهم في الكومنتات بتاعتكم يا جماعة بالله عليكم بالرحمة. وأنا بشكركم جدا 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 على متابعتكم ليا. وأي حد يا جماعة بيتواصل معايا على الخاص يسأل عليا، أنا بشكركم جدا جدا جدا. ويا رب بيوتكم كلها تبقى عمرنا بالفرح يا رب، وما تدخلكوش في حزن أبدا. وإنا لله وإنا إليه راجعون.